على بالي بلي راكم حايرين واش طيبوا العشاء. وصفتنا لنهار اليوم اصابع الدجاج ما شاء الله عليها، والبنه خيال. هنا عندي صدر دجاج مرحي. تحبي اذا عندك اشوار تجيبي صدر دجاج او نصف صدر دجاج وترحيه نتيا. التوابل اللي غنديروا فيه التوابل نديروا الثوم، عندي ثوم مرحي، عندي توابل دجاج، يعني بصراحه توابل الدجاج يزيدوا له بنه على بنه، وعندي فلفل اسود، فلفل اسود، شويه ملح، بعد ما درنا الملح نديرو شويه معدنوس، نديرو 2 ملاعق شابلور. يعني بصراحه الشابلور يخليه من بعد كي تعودي ديريه ما تقليه ما يتفتحلكش، ونلموه مع بعض. نخلطوه مليح هكا باش هذاك المعدنوس والتوابل والملح كامل يدخلوا في اللحم تاعنا، ونخلوه يرتاح. هنا عندي البطاطا تاعي، جبت 2 كعبات نقطعوهم باش الدجاج تاعنا. تحبي تخليها كيما هكا اسمنتي، واش ما حبيتي تحبيها ديريها قطع صغيره، تحبي تخليها كيما هكا كي الفريت وديريها في المول تاعك. شوفي اللي حبي يحطها في الفرن تكون صحيه بصراحه، واللي ما عندوش يعني يقليها نورمال بصح ينشفها شويه من الزيت، ما يخليش فيها الزيت. هنا بعد ما قطعنا البطاطا تاعنا نديروا لها التوابل، تبلوها باش تجي بنينه. شويه ملح، نديروا شويه زيت، ونخلطوهم مليح. انا حنديرها في المقلاة الهوائيه، واللي ما عندهاش دير في الفرن نورمال، واللي ما عندها حتى لا فرن ولا المقلاة الهوائيه ديرها تقليها عادي، من بعد واش تنشفها برك. بورق الزبده، نجيب ورق الزبده ونحطوا عليه البطاطا تاعنا ونروح نحطوها في المقلاة او في الفرن، ومن بعد ان شاء الله نشوفوها مع بعض. وهكذا تكون يعني صحيه وما يكونش الزيت بزاف في الكراطه تاعنا. هنا نجيبوا الدجاج تاعنا باش نبداو نشكلوا اصابع الدجاج. هنا اللي عندها ليغو تستعمل ليغو عادي، واللي ما عندهاش تعملهم هيك اصابع، ودير الماء باش ما يلصقوش في يدها. نجيب المول تاعي هكا راهي صغيره، نزيد عليها شوي، هكا راهي مليحه. نقيسوا على المول تاعنا.
انا الوصفه كنت عملتها من قبل صراحه، درتها مع كوريات الدجاج محشيه بالجبن. انا هذو مش راح نحشيهم بالجبن، اذا حبيتي تحشيهم بالجبن ما عليك ديري جبن تعمليهم كيما هاك وتحطي الجبن ومن بعد تغلقي عليهم. ان شاء الله يا رب تجربوا هذه الكراطه، يعني بصراحه كراطه اصابع الدجاج راهو من اي حاله وسهل في نفس الوقت. يعني نشكل الاصابع تاعنا كيما هكا ونرجعوا مع بعض. اصابع الدجاج تاعنا راهي واجده، نروحوا نقليوهم برك ونكملوا الوصفه تاع اليوم. هنا ندير في مقلاة شويه زيت، ما نكثرش بزاف، ونحطوا الاصابع تاعنا تتقلى مليح، خليها تتقلى مليح في عقلها حتى تطيب حتى من الداخل. بسم الله. نقلبوهم بالعقل ونخليهم يطيبوا. نعطيهم تحميره مليحه. هنا بعد ما تحضروا الاصابع تاعنا نحوهم. هذيك الزيت اللي قلينا فيها نحطوا ملعقه تاع زبده، خلوها تذوب مليح. يعني ملعقه كبيره. نزيدوا 2 ملاعق فرينه. بسم الله. نديروا الصوص بيشاميل. هنا نخليوها تتحمص مليح مع ديك الزبده والزيت. جاتني الفرينه الكريمه، نزيد شويه. انا الملعقه تاعي صغيره، على هذه زدت شويه فرينه. نحمصوها مليح. نجيبوا الكاس تاع الحليب الاول. بسم الله.
نزيد نجيب الكاس الثاني، نديرو 2 كيسان. نحركو بالعقيله حتى تبقى لي هذيك الكريمه تاعي صافي بيشاميل حتى تبقى. شوفوا راهي بدات تثقل. شوفوا كيفاش جات القوام تاعها ما شاء الله. شوف كيف ثقالت. احنا بعد ما كملت الصوص بيشاميل تاعي جاتني شويه ثقيله، زدت لها شويه حليب. هنا نديرو لها شويه ملح، نتبلوها عادي باش تجي بنينه. نديرو لها التوابل، توابل الدجاج وشويه فلفل اسود. سهله يعني تجي ما شاء الله. انا هنايا نجيب المول تاعي، جيبي المول اللي عندك واللي تحبيه. نحطو شويه صوص. انا تاعي لاصوص درتها يعني خاطره شويه ثقيله، تحبي ديريها خفيفه ديريها خفيفه نتوما تحبوا. يجيك الاصابع الدجاج تاعك يجيو مشمخين ويجيو بنان. يعني هو في البنه ما شاء الله يجي روعه روعه. نجيب البطاطا تاعي هذيك بعد ما درتها في المقلاة الهوائيه. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، جات روعه. يعني هي هكا ديريها في الفرن احسن، تجي صحيه وبنينه بزاف. يعني حطوها، حطي ديري المول اللي حبيتي، اللي عندك الدائري، المول الاسطوري اللي حبيتي. نجيبو الكوريات تاعنا. بسم الله. يعني جاو تحفه، تجي في البنه تجي روعه روعه. نزيدو نحطو من الفوق الصوص تاعنا. انا درتها ثقيله بالعاني، تديريها خفيفه ماشي مشكل. اذا جاتك ثقيله تنجمي تزيدي لها الحليب. نديرو لها الجبن المبشور. بسم الله. تجي روعه. يعني بصراحه راهي البنه تاعها خيال. تحبي ديري الفرماج هكا، اذا ما عندكش ماشي مشكل خليها غير الكريمه تاعك تجي روعه روعه. هنا ما بقى غير عليا نقول لكم ان شاء الله يا رب نشوفكم في وصفات جديده، والى الملتقى باذن الله. راح نشوفوا الوصفه تاعنا بعد ما ان شاء الله توجد، نشوفوها في صحن التقديم.